وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ومشرفينا ومنورينا. والنهارده الليلة يقولك الليلة عيد، لأنه النهارده قدامي واحد من اللعيبة اللي أنا على المستوى الشخصي بحبهم جدا. قفشه فيه ميزة إنه اتولد قدامك قصاد عينك، يعني أنت شفته قصاد عينك وهو بيطلع ويتألق ويظهر. وقفشه أول حوار تلفزيوني عمله كان معايا في أحد القنوات من سنين كتيرة، وحكى حكايته الأولى اللي كان بيقول فيها ليه اتسمى قفشه أو إيه سر قصة قفشه. تألق قفشه في إنبي، ثم بعدها في بيراميدز، ثم أصبح وجه الخير ووش السعد على الأهلي والأهلاوية. يذكر اسم قفشه فيبتسم كل أهلاوي. نقول إن إحنا عندنا قفشه، فالهاشتاج بتاعنا يبقى ترند رقم 1 على تويتر. أينما حل قفشه حلت البركة، ما فيهاش كلام. قفشه لعيب كبير ونجم كبير، والأهم من كل ده إنه مخلص ومحب جدا للنادي الأهلي. في حلقة النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتير جدا جدا لهذا الشخص وفي حياة هذا الشخص النقي القريب جدا من الناس. يا صاحب التسعة بتوقيت القاهرة، شرفتنا ونورتنا. يا ايمو حبيبي، مبسوط جدا ان انا معاك وكلامك ده كله على دماغي ويا رب ابقى قد الكلام اللي انت قلته ده، والكلام ده كبير جدا، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه والناس كلها تتبسط زي ما انت قلت، وكل الاهلاويه يبقوا مبسوطين جدا جدا، كلنا مبسوطين والناس كلها مبسوطه ان انت موجود معانا. وزي ما بقول لك كده، اول لما قلنا قفشه عندنا الاهلاويه فرحانين وعمالين يتكلموا وعمالين يكتبوا على الهاشتاج. فهاخد لك النهارده اسئله كتير جدا من الهاشتاج بتاعنا قفشه مع فايق. انا اول مره اغير الهاشتاج، انا كان الكوره مع فايق غيرته عشان اي حاجه خاطر معايا بتتغير عادي غيرته خليته قفشه مع فايق عشان خاطر عيونك. حبيبي يا تعال ايمو، ابتدي معاك بالتقرير، ومن بعد التقرير نخش على التفاصيل. يلا بينا. يلا بينا. إنجازات وألقاب وسيطرة قارية رجعت الأهلي لأمجاده من تاني بعد سنين من المعافرة. ولكن كلمة السر كانت قفشة. القضية ما كانتش مجرد هدف في نهائي حسم للأهلي بطولة، لكنه كان بداية تاريخ جديد للجيل الحالي في الأهلي، واللي تفوق حتى على الجيل الذهبي التاريخي. جيل عنده الحظ في سنتين متتاليتين في بطولة أفريقيا 2017 و18، لحد ما كسر قفشة النحس في 2020. ومش أي هدف، ده في نهائي القرن ضد الغريم التقليدي الزمالك، وفي الدقيقة 85 يا سادة. هدف حفر اسم قفشة بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، ببطولة هي الأغلى في قلوب كل الأهلاوية، ولحظات من السعادة مدين بيها كل أهلاوي القفشة. يمكن القضية هي أكتر ذكرى مرتبط بيها الجمهور مع قفشة، لكن واحد من أهم اللعيبة في الجيل الحالي، وضحى كتير جدا علشان يلبس تيشيرت أعظم نادي في الكون. 5 سنين لعبها قفشة بتيشيرت الأهلي من 2019 لحد دلوقتي، حقق فيهم دوري الأبطال 4 مرات، والدوري مرتين، وكاس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين. سلسلة بطولات وإنجازات بدأت ومستمرة لحد دلوقتي، ولسه قفشة بيجري ويعافر. وفي ضيافتنا النهاردة قفشة هيحكي لنا عن كواليس رحلته مع الأهلي، والتتويج بدوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، وذكريات القضية، والمزيد من الأسرار والكواليس والترومبا. فخليكم معانا. انا اللي بقول التقرير. اهم حاجه الترومبه هم كتبوا التقرير بس ما كتبوش فيه الترومبه. بس انا حسيت ان التقرير يبقى فيه حاجه لو ما حطيناش الترومبه. حلو حلو، بس يعني زي ما قلت لك قبل كده، ايه يا قفشه؟ ايه ولا قصه؟ بسين ولا بحر ولا بسين، ايوه، ترومبا هي البروتين الصلاه على النبي. تغيير حلو. بفكرك باللي قاله لك عمرو السوليه. لا تقلقش، ها؟ تقلقش. قال لك لو قلت افيهات هاجي لك الاستوديو. بيجري ورايا ايه القصه؟ ده يوم حلو في البلد. ده يوم حلو في البلد. طبعا، ده يوم الجمعه في البلد. اه كنت انا رايح اتمرن في ملعب خماسي، وابويا كان بيلعب وكده هو واصحابه، فكنت بلعب معاهم شويه وبتمرن يعني. هو الحاج بيلعب كوره؟ طبعا. لا والله. واخويا والله بيلعبوا لحد، هو عنده وقت كل جمعه لازم يلعب هو واصحابه. لعيب جامد يا قفشه. طبعا. لو النبي. والله اخويا لعيب جامد كمان. واخوك كمان؟ اه ما صادفش اخوك حظ في اخويا كان في التعليم اكتر، فاهم. انا على الله بس تاخد بالك انت بتقول ايه؟ ما تقلقش.
هو ركز في التعليم فربنا ما كرموش في الكوره. بالظبط كده. انت ما ركزتش في التعليم فربنا كرمني بيه. بس فساعتها كانت امي رايحه هي ومرات اخويا والبنات الصغيرين ولاد دي اخويا. الحاجه ها؟ دي امي ربنا يبارك لك فيها ربنا ويحفظها لك يا يخليك يا رب. حبيب قلبي. فروحنا بقى ايه آه. بنسقي بقى عشان الشجر لسه في الاول فلازم يطلع وبتاع، فقلت اساعدهم شويه. عايز اقول لك يا هيما الميه بتنزل من الترومبه دي اقسم بالله ما تطلع من تحت المكان ده. يعني ايه؟ ميه تلج ساقعه؟ تلج. لا انت والله. في الحر ده تقعد تحت المكنه دي مش هتقوم والله. انت متعود تعمل كده لا ولا هي لا جت بالصدفه لا مش كده؟ متعود، انا مش ما متعود بعرفش اعمل الحاجات دي. ما تعرفش تعمل لا كده؟ ما اعرفش. ليه بقى؟ ما عشان ما عملتهاش، لكن انا في اليوم ده عشان كانت امي وكانت بتعمل فانا قلت اساعدها يعني. طب انت اصلا ما بتشتغلش في الارض يعني في الاجازه يعني ما لا ما بتشتغلش؟ لا ما بشتغلش. ما بتعرفش ولا ما بتشتغلش؟ لا ما بعرفش. ما بعرفش. ما بعرفش بس هي ليها طريقه ها؟ طبعا. انا الزراعة. ممكن كان يجي لي غضروف في دي في ظهري بس انا عشان كانت امي اللي بتعمل بنفسها فقلت اساعدها شويه هي واخويا. انا متخيل كابتن بيبو، يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي احنا في اجازه يا حبيبي، رايح ليه كابتن خالد بيبو؟ رايح ليه دلوقتي تعمل ده دلوقتي لما يجي لك دلوقتي مشكله ولا يجي لك انزلاق ولا يجي لك اللي يجي لك؟ كابتن بص يا هيما دي فيها كميه راحه نفسيه غير طبيعيه. البلد ده؟ المكان ده تقعد في الارض كده والهواء والناس حواليك بتوع البلد والناس رايحه جايه تسلم عليك. راحه طبيعيه. انا عايز اقول لك انا سبتهم اصلا وخلصت ورحت عشان ماتش الهلال والنصر. كان الساعه 9 فانت عارف دلوقتي الليل الساعه 8. ايوه. فهم فضلوا قاعدين شويه وبعد كده جم فهم بيحبوا يروحوا يقعدوا هناك عشان كمان لسه. بتروح البلد كل اجازه ولا مالكش وقت معين؟ انا لو عندي يوم او اتنين ببقى صعب لان انا بتمرن. ماشي. ما باخدش اجازه دايما يعني. ماشي. لكن طبعا عندنا اجازه 8 ايام. فقسمتهم يعني خدت يومين تمرين، خدت 4 ايام راحه وبعد كده يومين تمرين تاني عشان هنرجع. بتتمرن وانت في البلد؟ بتمرن. ايه بقى فين؟ في ملعب وساعات بجري من البيت للمحور رايح جاي. انتوا بالكوا ايه ناهيه وكمبيره هنا قريبه يعني مش بعيد. كمبيره بيني وبين المحور مسافه كويسه باخدها رايح جاي مثلا في 45 دقيقه 40 دقيقه فده كويس يعني. وبتمشي في الشارع عادي وكده؟ لا عارف الناس، اصل الناس كلها عارفاني وانا اعرف الناس كلها فبسلم على الناس. ما بيعطلكش ما نتصور في ناس اللي هي في ناس اللي هي مش من البلد لما بتشوفني بتضطر ان هي عايزه تشوفني وتسلم عليا وتتصور معايا. مش دايما بقف لكن لو انا بجري وكده ما بحاولش ان انا اقف لان ده غلط مش صح. عاجبني فيك يا قفشه الحته دي قوي. انت يا ابني ما اتغيرتش، نظيف ونقي ويعني ما حصلكش اللي هي اللي عارف انت الروشه اللي بتحصل دي. لا مش هتحصل يا هيما لان احنا في حاجه عندنا يا هيما ما بتتغيرش. ايه هي؟ الاصل. واللي عنده اصل احسن من اي حاجه تاني. انا قلت انت هتديني حكمه اللي عنده اصل في حاجه بعديها. لا مش دلوقتي. اللي عنده اصل احسن من اللي عنده اصل. مع السليه بقى يعني تخيلت في حكمه مظبوطه بس اللي عنده اصل والله يا هيما الاصل ده مهم في الحياه عامه. لما انا خد بالك اكتريه وقت انا بره البيت في شغلي في تمريني. انا بطلع البيت بقعد في الشارع بال8 ساعات. بتعمل ايه في ال8 ساعات؟ انا بروح النادي بدري جدا وبروح الجيم بدري جدا وبخلص. وحتى مراتي ساعات بتقول لي انت بتنزل ليه بدري؟ قلت لها ده شغلي وانا ما عنديش حاجه غير ده. برافو عليك. ما عنديش بيزنس ما عنديش اي حاجه تاني فاهم. فساعات باخد وقت طويل عشان كده. فلكن انا يا ابراهيم دايما اتعلمت وانا صغير من الناس الكبيره بتاع بلدنا. إيه بقى؟ كنت بقعد مع عمامي وجدودي واقعد مع ستي واقعد مع ستي ام امي واقعد مع ست ام ابويا وكل الناس دي. لا كنت بشوفهم بسمع كلامهم، كنت بحط كلامهم في وداني. لما اشوف مثلا في مشكله او في حاجه كنت دايما في ناس لما تتكلم لازم التاني يسكت. فالحاجات دي مهمه. تربيه طبعا. طبعا. شوف مش بقول لك تربيه بيت اللي هي ابويا وامي، لا بقول لك قرايبك. ايوه. جيرانك صحابك. فانا شفت كل ده. فانا من الناس ان لو واحد وقع قدامي في وحره مش همشي اقع وراه واقول عشان اتعلم. لا انا شفته فمش هعمل زيه، همشي في الطريق الصح. برافو عليك. بس اشطر واحد مش اللي يقع ويتعلم. لا مش اللي يخوض كل التجارب الفاشله ويقول لك انا اتعلمت. بالظبط. اذكى واحد اللي يشوف غيره وتجاربه نجحت ليه وما نجحتش ليه ويحللها ويشوف الصح فيها او الغلط. بالظبط. برافو عليك. انا ما عجبني. طب إيه لما انت ماشي كويس كده ليه الخوف مش من بكره، الخوف من اللي جاي؟ ليه يعني؟ اي حاجات كده فاهم بتطلع ربانيه. لا ده في حاجات كتير بتطلع بس الحمد لله ما بتبقاش متصوره. لا كتير. انا بيطلع مني حاجات كده بس هي بتبقى ايه عارف انت بتبقى بتتكلم بطبيعتك في وسط اصحابك وبتاع فبتروح طالع بواحده كده حلو. ليه بقى ليه السوليه قال لك بطل افيهات؟ وليه السوليه ما بيضحكش على الافيهات؟ الفرقه كلها بتضحك الا السوليه. اشمعنى بقى؟ هقول لك موقف بيني وبين السوليه في التمرين. يلا. بس مش عارف بقى الناس هتفهم فيه ولا لا بس يلا. ممكن الناس تفهمه يعني. كنا بنلعب تمرين كده 4 تجوان صغيرين. ماشي. فاحنا في وسط التمرين في مترجم مش المدرب بقى مساعد المدرب اللي هو هاري يعني.
فبيتكلم وكده، فقال لك هنلعب استحواذ، والجون اللي هنجيب فيه جون هنعمل له بلوك، ماشي، مش هنلعب عليه تاني. مش هنلعب عليه تاني. فانا هيبقى في 3 بس فانا نلعب قلت لهم يا عليهم. جماعه الجون اللي هنجيب فيه جون نعمل له بلوك، وانا هروح اعمل له فولو تاني. السولية راح ساب التمرين وطلع يجري ورايا في الماء، اقسم بالله. ايوه طبعا انت فاهم. افيهين كمان من دول وانا هقفل انا الحلقه. هنقفل القناه. افيهين انا كمان من دول وانا عقدي هيخلص يعني. فهو بقى عمل ايه بقى، فاهم؟ اه فهو على طول. صاحبي الخبر الطازة ده خبر أول مرة هتسمعه في حياتك، لأول مرة على اليوتيوب. رحيل لاعب الأهلي المهم جدا جدا جدا، لاعب مش هيخطر على بالك، لاعب انت بنفسك كده لما تسمع الاسم هتفضل تفكر ليه ده هيسيب الأهلي، ده هيسيب الأهلي. طب هنعمل ايه من بعده؟ هنعمل ايه من بعد اللاعب ده؟ احنا هنعمل ايه؟ مين بقى اللاعب ده؟ محمد عبد المنعم اللي كان رايح ايطاليا وبعد كده مش عارف سويسرا وبعد كده رايح فين تاني. محمد عبد المنعم اللي لسه برضو مفيش اي حاجه رسميه، وربنا ما في اي حاجه رسميه ولا في حاجه حتى حاجه وديه. ولكن ايه بقى، لازم واحد زي حالاتي كده انت فاهم، محتاج قرشين، يطلع يقول يهبد اي هبد عشان يلم شويه مشاهدات حلوين، عشان يعمل شويه فلوس حلوين بقى. المشكله ناس كبيره وناس ليها وزنها في اليوتيوب ولا ليها وزنها في الاعلام، ومش محتاجين، يعني هم مش محتاجين الاخبار المزيفه عشان خاطر يلموا، يعني فاهم قصدي؟ بس بقى ربنا يسهل لعباده.